في حب بيحرر وفي حب بيحرق. أنا مالك، ودي حكاية من اللي مش بنقراها بس، دي حكاية بنعيشها بنفس مكتوم في بوك بايتس بالعربي. الرواية أنا كارينينا للكاتب الروسي ليو تولستوي. الجو برد، تلج بينزل على شوارع موسكو، وفي محطة القطر وسط الناس، وسط العجلات اللي بتلف، وسط البخار، وصلت أنا كارينينا، جميلة لابسة أسود لكن ملامحها بتنور. جت تزور أخوها تحلله مشاكله الزوجية، بس أول ما نزلت من القطر قابلت فرونسكي. نظرة، ابتسامة صغيرة، لحظة عادية بس اتحفرت. فرونسكي ضابط وسيم، شاب متهور، وأنا ست متجوزة بس اللحظة دي ما كانتش لحظة عادية، كانت شرارة. رجعت بيتها في بيترسبرج، لكن كل حاجة بقت مختلفة. صوت جوزها كارينين بقى تقيل، البيت بقى بارد، وكل حاجة بقت مفيش من غير فرونسكي. بدأت تشوفه في الحفلات، في الشوارع، وبدأت تبعد عن بيتها، عن ابنها، عن اسمها. وكل الناس شايفين، وشوشهم بتتحرك، أصابعهم بتشير، بس هي مش شايفة غيره. في مشهد بترقص معاه في حفلة كبيرة، والناس كلها واقفة ساكتة بتتفرج، وهي بتضحك وبتلف وقلبها بيجري. كارينين جوزها يواجهه، يقول لها وقفي ده، لكن هي خلاص مفيش رجوع. تسيب بيتها تعيش مع فرونسكي، بس الدنيا مش حلم. الناس بتبعد، الجرايد بتكتب، والخوف بيبدأ. في مشهد بتحاول تشوف ابنها، تدخل البيت القديم بالسر، تبوسه وهم نايمين، والخدامة تقول لها ارجعي، بس هي كانت محتاجة تشوفه بس. تمر الأيام وفرونسكي يتغير، أو يمكن نظرتها له هي اللي اتغيرت. الغربة والوحدة والكلام اللي ما بقاش يتقال بقى في مسافة. وفي يوم تمسك رسالة، تحس إنها من واحدة تانية، تتخانق معاه وتخرج، تمشي في الشارع والدنيا مطر والتلج بيدوب، ترجع نفس محطة القطر اللي بدأت منها الحكاية، تبص في السكة وتقول أنا تعبت، ويخلص المشهد بصوت القطر. أنا مالك، ودي كانت واحدة من القصص اللي الحب فيها مش وردي، الحب فيها نار. ودي لحظة من الحكايات اللي بتوجع في بوك بايتس بالعربي. سلام.